نقول بسم الله. تحياتي لكم يا جماعة. في العادة أو في الغالب اللي بيقول حاجة بيعملها، واللي بيدي نصيحة لازم يطبقها على نفسه قبل ما يديها لغيره. ولكن المرة دي هنمشي بمبدأ اللي بيقول باب النجار مخلع، أو آه، ولكن القصد عاوز أقول في عز وأحلك الظروف مهما ضاقت علينا نحاول نعديها ونبسطها ونضحك ونبتسم عشان تكمل وتمشي الأمور. غير كده هنقف محلك سر، ومفيش جديد هيحصل إلا بمشيئة ربنا. فأنا بكلمكم بشكل شخصي، أنا حاليا بغض النظر عن الأسباب يعني، ولكن في قمة الضيقة، يعني واصلة هنا مش طايق حتى نفسي أكاد أكون يعني. ولكن نضحك ونبتسم عشان الآخرين ما لهمش ذنب، أو مهما حصل مش هنوصل لحاجة في الوقت ده. فنفكر كده ونهدى، عشان الشيطان ابن حرام بيدخل من يعني ثقب إبرة أو خرم إبرة. فنقول يا رب افرجها وهونها علينا، ووفقنا للي انت شايفه خير لينا، ونفكر كده بالعقل، نحاول بقى نمشيها لحين اشعار اخر. وكل من يصيبنا الا ما كتب الله لنا، والحافظ والحامي هو الله. ربنا يستر علينا جميعا. شكرا لكم.